نعم. جزاكم الله خيرا. يقوم البعض في الصلاة مع الإمام، فإذا أراد أن يوتر خرج من المسجد رغبة في الوتر في البيت آخر الليل، فما رأيكم؟ هذا خلاف السنة. السنة أن يوتر مع إمامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه من صلى مع إمامه حتى ينصرف أي الإمام كتب له قيام الليل. فأنت إذا صليت مع الإمام وانصرف الإمام فلك كأنك قمت الليل. لكن بعض أخواننا يشكل عليه أنه إذا أراد أن يزيد في الليل شيء من الصلوات فنقول لا حرج إن شاء الله، صلي ما شئت من الليل ولكن لا توتر، اترك وتر المسجد، وإنما صلي 2 أو 4 فلا حرج بذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر صلى أكثر، يعني 2 أو 4. فالصلاة مع الإمام والوتر معه هو الأفضل وهو السنة إن شاء الله.